راجل كان عايز يشتري سبونج بوب وهو بياكل بواقي الأكل، وكان مستعد يدفع أي ثمن. لما شاف كده مستر سلطع اللي بيحب الفلوس وافق على طول. سبونج بوب زعل وما كانش عايز يمشي، بس مستر سلطع من كتر الطمع ما كانش عنده نية يخليه يقعد، وأخدوا الراجل ومشي. بعدها سبونج بوب راح معاه لمكان مسابقة الطبخ عشان يتنافسوا على لقب الأشطر. الكسبان هيطبخ في برنامج حي، والخسران هيبيع هوت دوج على الرصيف. سبونج بوب كان عنده فضول وفتح كلام مع السلحفاة اللي واقفة جنبه. حطها في صوابع بطاطس بناتي، اخبط. المسابقة بدأت وكان لازم يجهزوا شوربة في الوقت المحدد. سبونج بوب قطع المكونات بسرعة، لكن السلحفاة رماها في حولته. ولما سبونج بوب حاول يتكلم معاه، السلحفاة خبطه وفعصه خلاه زي الأكورديون. ومش بس كده، السلحفاة دلك مسامير في حلة سمك اللوتش عشان يبوظ المسابقة. قبل النهاية ب10 ثواني سبونج بوب لقى كرافتته مليانة أكل، فرمى الكرافتة جوه الحلة. المسابقة خلصت والحكام داقوا الأطباق. شوربة الاستاكوزا كانت حلوة بالمعلبات، وشوربة اللوتش استبعدوها للمسامير، وشوربة السلحفاة كانت عادية جدا ما فيهاش نكهة. ممتازة، خفيفة وبتنعش وفيها بس لمحة من طعم الحرير الصناعي. الجولة دي تروح للأسفنجة. التحدي اللي بعده كان البيتزا. السلحفاة اعتذر لسبونج بوب وداله عجينة مخصوصة فخلطها سبونج بوب. ولما السلحفاة راح يجيب الحشو، الاستاكوزا حط مسامير في العجينة من وراه. السلحفاة رجع وافتكر ان الاستاكوزا بياخد الجبنة بتاعته فهزقه، وخلصت الجولة واستبعدوا الاستاكوزا لغيابه. انا مش قلت بلاش مسامير؟ لازم يكون انت. هردها لك لو ده اخر حاجة هعملها. شكل مش معتاد. لمحات من النعناع، التوت، القرفة. بس ايه الطعم الجديد ده؟ سبونج بوب كسب فرصة يطبخ لايف، وراح للكواليس يقابل بسيط اللي اختفى أول ما لف ظهره. فدخل سبونج بوب الاستاد. قائمة الأكل كانت عشب بحر مكرمل، شعب مرجانية، وبركان الشوكولاتة. سبونج بوب كان ماهر جدا، بيكسر البيض بصوابع رجليه ويعجن بمناخيره ويشوي بعينيه. شوف دراع الشاب ده عامل ازاي. موز البحر المقلي بقسماط، أعواد ملفوفة. سبونج بوب ماشي في الطلبات زي الأبطال، والمسابقة شغالة. السلحفاة تحط جهاز توقيت تحت المسرح. في نفس الوقت مستر سلطع وشفيق وصلوا ووقفوا مع الجمهور يتابعوا بنظارة مكبرة. ومع زحمة الطلبات سبونج بوب بدأ يستعجل، فعشان مستر سلطع يرجعوا لتركيزه طلب سلطع برجر مخصوص. أول ما شاف الطلب طاقته رجعت في ثانية واحدة. ده مش شكل أكل سلطع. وعمل منهم كمية كبيرة بكل سهولة ووزعها، بس الحكم رفض ده وشاف السلطع برجر أكل عادي، فقرر سبونج بوب ينسحب. في الكواليس قابل بسيط تاني. يا صاحبي، انت مكسر الدنيا ومسمع جامد، اطلع هناك وحيي الجمهور للمرة الأخيرة. هو راح فين بالظبط؟ أول ما سبونج بوب رجع للمسرح عشان يحيي الجمهور، الجهاز المستخبي انطلق فجأة، والموجة القوية طيرته في الهواء، بس في الآخر نزل بأمان بين إيدين بسيط نجم البحر.